اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وان انا راجعه لكم بقنبله كبيره. عايزه اقول لكم بقى انكم من النهارده حرفيا هتشيلوا من دماغكم فكره ان انتوا تجيبوا برطمانات صلصه. والله العظيم والله العظيم، الطريقه دي حرفيا من حد شغال في مصنع نفسه. يعني حد شغال في المصنع وقال لي التركات والحركات اللي بيحطوها. طبعا دي عايزه اقول لكم خلت معايا الصلصه ما تعفنش. نفسي اعرف ليه تروحي تشتريها بره بالغالي لما ممكن تعمليها في البيت بدون مواد حافظة وبدون ما تعرفي مصدر الطماطم ده جاي منين، بحاجات طبيعية وموجودة في البيت وكمان كمية اكتر من اللي احنا بنجيبها من بره. طبعا انا وريتكم وانا بحطها في البرطمانات، بس للاسف انا في مقطع ما تصورش وانا بحط عليها زيت كده من فوق. حطيت عليها زيت. طبعا انا معقمة البرطمانات زي ما قلت لكم. حطيت عليها كده زيت من فوق وقفلت البرطمان